اللي جاي اتكلم عليها دي واحدة من أرعب المناطق اللي موجودة على البحر، جزيرة العظام اللي على النيل، وبالتحديد الجزيرة دي موجودة جنب مدينة أسوان، وهي جزيرة صغيرة منعزلة عن السكان المحليين، والقصص اللي مرتبطة بيها تجعلها من أكتر الأماكن غموضا في مصر. عايزك تجهز معايا عشان خاطر أعرفك على القصة وما فيها. القصة اللي أنا هحكيها لك دي حاول تسمعها بقلبك مش بودنك، وحاول تركز في التفاصيل اللي أنا أقولها لك. مش عايزين نطول كتير. اللي ما يعرفنيش أنا حسام أبو سليم، ودي قناتي، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يحاول يشترك فيها. يلا عشان أعرفك القصة. اسمع يا سيدي، الناس بقى بتاع زمان اللي هم جدودنا كانوا دايما يحكي لأحفادهم اللي هم أجدادنا وأبائنا، بيحكوا لهم إن الجزيرة دي كانت مقبرة قديمة تعود لآلاف السنين، واللي كانوا عايشين فيها الكهنة المصريين القدماء. وساعتها الكهنة دولت اختاروا الجزيرة دي بالتحديد عشان الجزيرة دي كانت منعزلة وكانت موجودة في بقاع البحر، يعني كانت موجودة في نص البحر. والجزيرة دي يا سيدي كانوا مختارينها الكهنة القدام المصريين عشان يدفنوا فيها الضحايا بتاعتهم. ايوه، كانوا بيدفنوا فيها الضحايا بتاعتهم الذي تم التضحية بيهم بسبب طقوسهم اللي كانوا بيمارسوها، والطقوس دي كانت غامضة ما كانش حد يعرفها. على مر السنين ابتدوا السكان المحليين يشوفوا بقايا العظام، يعني السكان المجاورين اللي محاوطين الجزيرة دي اللي من الخارج كانوا بيشوفوا في كل فيضان في كل سنة بيشوفوا هياكل العظام دي من بعيد. وساعتها السكان المحليين ابتدوا يطلقوا على الجزيرة دي ويسموها بجزيرة العظام. وطبعا السكان المحليين اللي كانوا ساكنين قرب الجزيرة كانوا لما يجي الليل ده بالذات بعد المغرب كانوا تملي بيسمعوا أصوات بكاء، وبكاء شديدة قوي. دايما من فترة للتانية كانوا بيسمعوا أصوات طبل بصوت عالي قوي في الجزيرة من جوه، لمجرد هم شكوا اللي ممكن يكون فيها حد ساكن او ممكن يكون دي اشاعة، بس كانوا بيشوفوا تملي هياكل عظام في الجزيرة، وده كمان بعد كل فيضان، وبتبقى في الليالي القمرية. وهنا بقى نيجي للأحداث. وفي سنة 1950 قرر صياد مغامر واسمه حسن ان هو ياخد القارب بتاعه ويقعد ليلة في الجزيرة عشان خاطر يشوف اللي كان بيتحكي له ده حقيقي ولا كده. وساعتها عرف زمايله اللي هو هيقضي ليلة في الجزيرة دي، بالرغم اللي زمايله واهله وكل المقربين لحسن الصياد ده حذروه تحذير تام ان ما يقربش للجزيرة، لكن ساعتها ما سمعش كلام حد وقرر ان هو يروح يبات ليلة في الجزيرة. وبالفعل راح، وبعد ساعات سمعت الناس صراخ حسن الصياد، بس ساعتها ما حدش فكر ان هو يروح يشوف في ايه، ولا حد ساعتها كان يستجرأ ان هو يروح يلم مجموعة من زمايله ويخش الجزيرة دي يشوفوا حسن ويشوفوا ايه اللي حصل لحسن وايه الاوضاع اللي وصل لها. وتاني يوم الصبح يجي القارب اللي كان حسن راكبه للشاطئ اللي هو بتاع السكان المحليين، ومن ساعتها اختفى حسن واختفت سيرته. ومن ساعتها الناس حذروا تحذير تام ان محدش من اهل السكان المحليين ان هم يفكروا يقربوا للجزيرة دي خالص. اقصى حاجة ممكن يعملوها يبصوا على الجزيرة دي من بعيد. ونيجي بقى لسنة 1970 وقرر فريق الباحثين من علماء الآثار ان هم يروحوا يستكشفوا الجزيرة. لقوا مجموعة من الآثار بتقب على وش المية، وأكني بتستدرجهم ان هم ييجوا يشوفوا ايه اللي في الجزيرة دي. وبالفعل العلماء دولت دخلوا الجزيرة عشان يشوفوا اللي بيحصل وايه اللي بيدور في الجزيرة دي نتيجة الآثار اللي طلعت لهم من البحر. ومن ساعتها الفريق ده اختفى بالكامل، وما فضلش غير المركب بتاعهم او القارب بتاعهم. هتيجي هتقولي اللي عرف ان الناس دي اختفت؟ عشان خاطر السفينة اللي كانوا فيها مجموعة من العلماء دولت كانت متواجدة على الجزيرة لما نزل منها العلماء يستكشفوا الجزيرة دي، وجات عند الشاطئ اللي فيها السكان اللي تبعد عن الجزيرة ب 500 متر. والجزيرة دي بقى يا سيدي مسكونة بأرواح الضحايا اللي اتدفنوا هناك دون طقوس جنازية، وان الضحايا دي السكان المحليين بتسمع اصواتهم وكأن عايشين في عذاب ابدي. وبعض الناس يا سيدي بيقولوا ان الجزيرة دي فيها كنز اثري مخفي، وان الارواح دي بتحمي الكنز ده من الغرباء. بل وساعتها الناس اللي في الجزيرة دي ابتدوا يعرفوا من اثار الصوت اللي موجود هناك، لا اما صوت من الارواح دي
او صوت من الناس اللي بتخش الجزيرة دي، بتكتشف الجزيرة وبيحصل لها اللي بيحصل لها، وساعتها الناس دي بتعرف من اصوات الناس الضحايا اللي بيخشوا يستكشفوا الجزيرة. طبعا الصيادين ما بيروحوش اصلا يصطادوا نواحي الجزيرة دي تماما. ونيجي بقى يا سيدي لسنة 2000 لما حاولوا مجموعة من المستكشفين يخشوا الجزيرة دي بتوثيق الأحداث بالفيديو، وبالفعل المستكشفين دولت نجحوا دخولهم جوه الجزيرة. وبعد كده الله يرحمهم جميعا وتم العثور على الكاميرا وهي جاية في قارب صغير من الجزيرة اللي جوه المية لقرب الشاطئ اللي فيه السكان المحليين. ولما السكان دولت مسكوا الكاميرا وحاولوا يشغلوها ظهرت فيها مشاهد غريبة وأصوات غير بشرية. ومن ساعتها ولا بيجي مستكشفين ولا حتى بيجي باحثين. سلام.